بعجينة واحدة ما فيها أي تعقيدات رح تحولوا مطبخكم لمخبز صغير، ورح تطلعوا بنتيجة احترافية مقرمشة من برا وكلها بابلز من جوا لمناقيش الزعتر والجبنة وحتى كمان للبيتزا. وبنفس العجين فيكم تعملوا خبز الفوكاتشا، بس في عنا شوية تريكات وخطوات لازم تتبعوها لحتى ما تتغلبوا وتطلع معكم النتيجة مضبوطة 100%. لتحضير العجين رح أخلط الطحين مع الخميرة والملح، بنزل عليهم بالمي بس بخلطهم لحتى تتجمع كل المكونات سوا، بغطيهم وبريحهم نص ساعة. بعدين ببلش أعمل مد وطي وبكررها كل نص ساعة 3 مرات لمدة ساعة ونص. برجع بريح العجين ساعة وبدخلها للثلاجة لحتى تتخمر تخمير بطيء لمدة 18 ساعة. بطلع العجين من الثلاجة وبتركها لحتى تصير بحرارة المطبخ. رح تشوفوا إنه تشكلت عندكم على الوجه فقاعات كبيرة مثل ما شفتوا بالفيديو. بنزل العجين على سطح مرشوش بالطحين وبقسم العجين لكور بالحجم اللي انتم بدكم اياه، وبرجع بخمرها كمان نص ساعة. باخد كرة من العجين وعلى سطح مرشوش بالطحين رح اشكلها. بفردها اول شي من الاطراف بعدين من المنتصف نفس ما موضح بالفيديو. بوزع الحشوة ومباشرة رح اشويها. الفرن لازم يكون محمى على اعلى حرارة لمدة نص ساعة. لو ما عندكم حجر البيتزا عادي استبدلوها باي صينية، بس ضروري تسخنوها كتير منيح. تفاصيل الخبز مكتوبة أسفل الريل.